هل صراحة السيد أحمد الصوفي مع علي عبد الله صالح كانت تسبب له بعض المشاكل؟ والله أنا ما تسبب لي مشاكل، لكن هو تسبب له مشاكل. لأن القضية عندما تطرح أيا كانت هذه القضية، يعني لابد أن يتعاطى معها في تلك اللحظة بمسؤولية، لكنه هو يعني يريد أن يؤجل، عنده حساباته الخاصة. مثلا يعني وصلنا في أحد المرات آه، ونحن نتحدث حول ما الخطوة التالية. قلت له أنا الخطوة التالية هي أن ننقلب نحن كمؤتمر شعبي عام إلى ثوار، ونصحح أخطاء الدولة، ونبدأ نعمل برنامج اقتصادي. وأيضا كتبت له ورقة عمل. لدينا 4 حاجات يعني لازم نهتم بها. أولا السلاح، مش معقول نعمل تنمية والسلاح مبعثر في كل مكان، مش سلاح عادي، دبابات ومدفعية وطيران. يعني ممكن أي حد يستخدم هذا السلاح بطريقة عشوائية ويفني الناس. وأيضا طريقة تخزين الذخائر تحصلها على مدى النظر. كل هذه أخطاء يجب نحن أن نعمل لها حد. الأمر الثاني، لا يمكن أن تقوم تنمية بدون مياه، فلا بد أن يكون لدينا برنامج وطني لتحلية المياه حتى تصل المياه إلى كل الناس وفي كل المحافظات ويشعروا بالنفع. الثلاثة، قلنا لهم الصراعات القبلية. هذه الصراعات القبلية تستنزف طاقة الدولة وتبهت مركزها كحكم وكأيضا كطرف، يعني هو ملزم بأن ينفذ القوانين. فلما يكونوا القبائل قادرين يكونوا أقوى من الدولة، معنى أن هذه دولة هشة وضعيفة. البعد الرابع والأخير، خطة اقتصادية استراتيجية، يعني تعيد إحياء خلايا الاقتصاد الوطني. نحن لدينا اقتصاد متنوع، لدينا شطآن يعني واسعة، لدينا سياحة دينية، لدينا نفط، لدينا أرض صالحة للزراعة، لدينا ما يمكن أن نسميه يعني كنوز معدنية قادرة إذا خرجت بس وصلت إلى الخزينة العامة ووظفت في الاقتصاد الوطني ممكن تنقذ اليمن من الفقر وأيضا تمنع الصراعات. قال مش وقت هذا. يعني هذا لما يعني الخبز يحمر. هو كان عنده أمثلة شعبية يقول إنه يعني الخبز عندما ينضج يحمر في وجهه الخارجي.